عايز اسرع طريقه تخلي الناس تكرهك، ركز معايا في الخمس حاجات اللي جايين دول. اول حاجه ان انت تقاطع الناس دايما، مفيش اهم من كلامك، مفيش اهم منك انت تتكلم، ودي اسهل طريقه ان انت تخلي حد يتقفل منك وما يحبش يتكلم معاك. تاني حاجه بقى ان انت توعد وما توفيش، تقول ايوه هشوفك، ايوه هجيلك، ايوه انا هعمل كذا، وفي الاخر ما تعملش حاجه. دي اسهل طريقه تخلي حد يفقد بيها الثقه فيك. تالت حاجة بقى التقليل والسخرية من اللي قدامك في أي حاجة. يعني هو لو قرر إن هو مثلا يشاركك إنجاز صغير، تقول له هي دي حاجة تستاهل أصلا وتعمل كده، ده أنا عملتها كذا. أنت بتضمن بقى إن الشخص اللي قدامك يتقفل منك رسمي وما يقدرش وما يحبش يتكلم معاك أصلا. رابع حاجة بقى حب الذات المبالغ فيه، اللي هو انت تخلي الحوار كله عليك انت بس، ما تديش لاي حد فرصه ان هو يتكلم يقول اي حاجه عن نفسه، ما تديش لاي حد فرصه ان هو يتكلم اصلا. انت اللي ماسك الحوار وانت اللي تقول وانت اللي ما تقولش، محدش بيتكلم غيرك. ولو عملت كده اضمن لك ان اي حد هيقعد معاك هما دقيقتين وهيمل منك. خامس حاجه واخر حاجه بقى الطاقه السلبيه المستمره. دايما اقعد تشكي وتلوم على الدنيا، ده الدنيا كلها وحشه، الناس كلهم سلبيين، صدقني في الاخر محدش هيستحمل يقعد معاك دقيقتين. ولو لقيت نفسك بتعمل الحاجات دي، صدقني انت محتاج تراجع نفسك. وبس كده، عايزك تقول لي ايه اكتر حاجه من الحاجات دي بتقفلك من الشخص اللي قدامك، وما تنساش اللايك والفولو.